يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، نحن نتمنى أن نلقاك، أو على الأقل أن ننال نظرة إلى وجهك الشريف، فرغم أننا لم نرك يا رسول الله ولا كنا بجانبك يوما، إلا أننا نحبك ونصلي عليك كما أخبرنا ربنا عز وجل، فجميعنا نتمنى رؤيتك يا حبيب الله. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشبه الشمس والقمر. ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الدارمي والإمام البيهقي رحمهما الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الأضحيان، يعني ليلة مقمرة، فأخذت أنظر إلى القمر وأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في عيني أحسن من القمر. أخرجه الطبراني. وروى الإمام أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث الربيع بنت معوذ قيل لها: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت سيدتنا الربيع بنت معوذ: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت إن الشمس طالعة. وورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس والقمر مستديرا، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين النعومة والخشونة، فليس بناعم نعومة كاملة وليس بخشن، فهو وسط بين هذا وذاك. ولقد توفاه الله عز وجل وليس في شعر رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. روى الإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام البيهقي والإمام الطبراني والبزار أن الله عز وجل توفى رسوله صلى الله عليه وسلم وليس في شعر رأسه ولحيته أكثر من 20 شعرة بيضاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعج العينين، يعني شديد سوادهما. وورد في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقول إن النبي أكحل وهو ليس بأكحل من شدة سواد عينيه صلى الله عليه وسلم. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف، يعني طويل الأنف، دقيق الأرنبة، يعني أرنبة الأنف وأقصى الأنف، لم تكن ضخمة ولكن بصورة رقيقة وجميلة وجذابة يستحسنها كل من ينظر إليها، مضيفا: أما فم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان ضليع الفم، أي كبير الفم، مفلج الأسنان، إذا تكلم رؤي كالنور من بين ثناياه. فقد جاء في صحيح الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم ضليع الفم مفلج الأسنان، إذا تكلم رؤي كالنور من بين ثناياه. وأسنانه جميلة وليست متراكبة، وإنما بين كل سن وسن فلجة جميلة وظريفة، وهذا يدل على طيب رائحة الفم. أما حاجب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان طويلا ومقوسا من غير التقاء بالحاجب الآخر، وبين حاجبيه عرق يدره الغضب، إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وانتفخ هذا العرق بين حاجبيه صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الجبين. أما عنقه صلى الله عليه وسلم فكان إبريقا من الفضة، كما قال ذلك حفيده الحسن بن علي رضي الله عنهما: أما لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان كث اللحية، أي وافر شعرها، وكان صدره عريضا، وكان عريض الكتفين، وله شعر في صدره من صدره إلى سرته كالقضيب من الشعر صلى الله عليه وسلم، وكان متسع الصدر متسع الكتفين، وهذا يدل على القوة وسواء الصدر مع البطن، يعني أنه ليست له بطن كبيرة خارجة عن حدها. وكان ضخم الكفين، ضخم الذراعين، ضخم القدمين، مشدود العضلات.
أما عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا علي رضي الله عنه: كأن العرق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كحبات اللؤلؤ، وكان عرقه أطيب من ريح المسك. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرارة، فقال: عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قضى عندنا القيلولة. فعرق النبي صلى الله عليه وسلم عرقا شديدا، فدخلت أم سليم رضي الله عنها تسلط العرق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في زجاجة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، نجمع عرقك فإنه أطيب من ريح المسك. أما عن مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه غير مكترث. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم التبسم قليل الضحك، كما ثبت فيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم.